ده لو متسلط عليك مش هيعمل كده. متسلطك عليا. متسلط عليك. إني بابك قد بزقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. ايه المقدمة فاتتك؟ المقدمة فاتتك؟ معلش تعالى طيب. بس دي هتجنن. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شفتوا انا اللي عامل الكريب. والله العظيم عامل الكريب ده عايز كتالوج عشان يتاكل بيه. سايب من نفسه ومش عارف ايه وهنشوف بس ايه. هنشوف الطعم عامل ايه. أول مرة نعمل كده. على 7 دقايق يا فارس؟ ماشي. ان شاء الله. بس على فكرة يا جماعة ما تستقلوش الكريب، والله ضخم. طب انا مش عارف اعمل من ايده، مش عارف اتحكم منه. يا اما تروح تقعد عند فارس. بصوا والله يا جماعة الكريب ضخم ضخم. لا ضغط. والعيش سميك. يلا. يلا. 1 2 7 دقايق. 3. يلا يا اينو اوعى عشان جده يعرف ياكل. ده عايز كتالوج يا اينو. والله فعلا. اوعى يا اينو. اقعد هنا استنى. يلا يا ابراهيم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا فارس يلا يا فارس يلا يا ابراهيم يلا يا اياد قول لهم كده. شجعهم. يا حرقة. سخنه؟ حرقة قوي. يا شطه عشان ايان بس ما يجيش جنبه عشان فعلا انت فارس اللي حاطط عامله شطه. يا فارس. شط. انت اللي مزود له الشطه فعلا. بصوا ايان. تعالى هات بوسي. هات بوسي. هو ايان يا جماعه بيستعرض لكم. لازم اتدرب عليه. نشوف لنا على ChatGPT ازاي ناكله. انتوا طعمه حاشينه. حلو والله يا فارس. طعمه جامد. الحشوه انا اللي عاملاها يا ايوه عشان جماعه. كده نحلي. بس بقول لك ايه، يعني هي الفكره انتوا مالين، وانا لو كنتوا بتشتروه من بره ما كانش هيحشوا الحشوه المقندله دي. طبيعي. بيتي بقى. حبوا يا ناس حبوا. بيتي بقى فوق. نعم مامي تقول يا ابراهيم باي. بيتي. عشان في البيت بقى دلوقتي وكده. ما يخلصوا الحق. عارفه ايان عايز ايه؟ بيقول لي باي عشان اقفل وهو يجي يدوس. والله مامي نعم. باي باي ايه؟ باي. هو ايه اللي باي؟ لا لسه جبته ولسه خلص. يا لهوي ده. نار قايده ها. مش عارف ابدا منين. وريهم طب الصوصات اللي انت حاططها يا فارس. مش هقدر والله. لا بس الحشو حلو قوي. الف هنا وشفا. سامحوني بعد ما اخلص. سامحوني انا مش قادر. هات لي التليفون جنبي انا عشان ايان ما يمسكوش وتبقى مشكله. مش هعرف اجيب لك حاجه جنبك. انسوا بقى. المشكله هو ايان جاي من كل حته مش عارف اعمل ايه. تاخد حته من الشرق على حته من الغرب. انت لو متسلط عليك مش هيعمل كده. متسلطك عليا. متسلط عليك. هو هيغلبني ولا ايه؟ هو اينو مش عارف ياكل. اينو. وايه الحركه دي؟ اينو هيغلبني. لا يا ايان. هو عيالة. انت مسلطه يا فارس؟ يا نهار ابيض. قلت له هجيب لك لعبه. لا ايان مش بتاع كده، ده عنده لعب قد كده. قلت له هجيب لك بلايستيشن 5. ايان ده حلو يتسلط يعني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ايوه في ايه؟ بسم الله. نار قايدها. معلش. حلو قوي قوي. الف هنا وشفا. بالذمه مش احسن من اللي نشتريه بره؟ والله يا اخي والله العظيم حاجه بتعمل في البيت احسن.
3 1 2 بس 3. فعلا احنا ماليين والله. ايوه مليان والله. يونا بوز. فارس دوت مشكله والله. طب بوس فارس يا ايان، احضن فارس، بوسه بوسه تاني، بوسه تاني، كتير 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 كتير. خلاص انت هتخليه بوس ابوك وانا هخليه بوسك عشان يبقى العدل. ده العدل، ده العدل يا سيدي الفاضل. يا ده اللي بيحصل. سوري يا جماعه سوري. هو ايام ايه الكاميرا وبيحب يعمل ايه اكروبات عالميه. لا نو 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 عبد نو, نو. الأول. ايه يا عيني يا رب. ابراهيم اتظلم في التحدي ده. ايان لا والله لا والله حرام يا ايوزي. تعالى يونا تعالى تعالى اقول لك كلمه. تعالى نجيب البطاطس. تعالى يلا روح هات لي بطاطس. يلا تعالى. انت كنت صوص ابو؟ هو مظبطها مش شايف اللحاويس. تعالى يلا يا ايان تعالى نروح نجيب. انا هستسلم. بجد والله مش ممكن. ايوه عشان حاجتين. انا عارفه ايه هي. الحاجتين؟ او اللي عارفه حاجه واحده. ايه هما؟ عشان حراق ايان. عشان ايان وعطل ابوك شويه. وحراق. حراق قوي. وحراق. وكده في سبب تالت بقى طالما انتوا قلتوا حراق. ايه؟ ان انا مش قادر. المعده فعلا الواحد يا جماعه لما بيعمل البتاع ضخم مليان والعيش ضخم ايوه وفي موتزاريلا وكتير. لا صعب وسبايسي. مش قادر حتى والله اكل ده. لا بس البس يفتح النفس. مش الواحد ياكل 2 3. ممكن ساعتين 3 كده اروح مسخنه واكله تاني عادي. مفيش مشاكل. طب هتعاقبه بايه يا ابراهيم؟ انا هو فارس متعاقب لوحده. اوه يا نهار ابيض يا ايان. ايان والله العظيم يا جماعه نفسي اعمل الحركات ديت هخس على طول اكتر. تحت قصة اسلام سيدنا عمر. طب نشيل اكل ونرجع له. يعني انا اللي فاكره بس لما واحد قال له انت روح شوف اللي في بيتك. لما قال له يعني انت دخلت الاسلام تقريبا. كان واحد دخل الاسلام فضايق منه وكان هيضربه. ده اللي انا فاكره تقريبا يعني. راح قال له روح شوف اللي في بيتك. ما انت عندك الاسلام دخل بيتك اصلا. اما هو ليه قال له كده؟ لان سيدنا عمر سن سيفه وحط له سم. حط للسيف سم وقال لك انا اروح اقتل محمد. فالمهم عليه الصلاه والسلام هو ماشي. فواحد كان مسلم في الخفه يعني. قال له رايح فين يا عمر؟ قال له رايح اقتل محمد. فخاف على سيدنا محمد الراجل. قال له انت رايح تقتل محمد واهل بيتك اسلموا واختك اسلمت. قال له انت بتقول ايه؟ قال له ده الحقيقه اللي بقول لك عليها. على اساس عمر يروح عند اخته وهو يجري يبلغ مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فالمهم راح عند اخته. المهم كان عندهم برضو واحد من الصحابه وجوزها اسلم في الديره كل ده. من خبطه الباب اتخضوا. زي ايه؟ قال لهم عمر ده حكومه ساعتها جيش. بس المهم استخبوا هنا وجوزها استخبى والله اعلم والصحابي استخبى. فهي اخته فاطمه طلعت له. كانت ماسكه المصحف ساعتها. المهم قال لها انت اسلمت ومش عارف ايه. قالت له فضربها بالقلم طير الحلقه من ودنها. المهم قال لها كانت بتجري المصحف منه. قال لها وريني الكتاب اللي في ايدك ده. قالت له لا يلمسه الا المطهرون. قال لها اتوضى الاول. واتطهر ازاي؟ قالت له اتوضى. قال له كيف الوضوء؟ المهم خليته اتوضى وقعد يقرا في الكتاب. سبحان الله تقريبا قرأ سورة طه. ان شاء الله. المهم حس بايه؟ يعني حس الايمان هيدخل قلبه ان شاء الله. المهم راح قال فين الرسول؟ قال لك في الحته الفلانيه. كانوا عند اللهم صل على النبي كانوا في دار الارقم. المهم راح. المهم خبط على الباب
والله اعلى واعلى. فالرسول هم كانوا الصحابه قاعدين جوه، كانوا بتاع 40 واحد تقريبا يعني. فخافوا من عمر. فطلع الرسول عليه الصلاه والسلام راح مسكه كده قال له ما انا لك ان تسلم يا عمر. قال له اشهد ان لا اله الا الله. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. ممكن ساعتها كان تقريبا وقت صلاه العصر الظهر الله اعلم. فالمهم الرسول قال لبلال اذن يا بلال. فبلال طلع يأذن الله اكبر بصوت واطي. فسيدنا عمر قال له يا رسول الله مش احنا على حق؟ قال له هم على باطل؟ قال له اذن بصوت عالي يا بلال. فبلال اذن بصوت عالي، اهل المدينه عرفت ان عمر اسلم. قال لك ده عمر اسلم. عليه السلام جميعا. المهم سيدنا عمر راح قال مين اكتر واحد بيفشي السر هنا؟ قالوا له فلان الفلاني. المهم عمر راح له علاء رضي الله عنه وارضاه الله اعلى واعلم. قال له فيك ان يكتم السر؟ قال له سرك كبير ما تخافش. قال له انا اسلمت بس ما تقولش لحد. الحقوا يا جدعان عمر اسلم. بقى يجري في الشارع ويقول عمر اسلم عمر اسلم عمر سبق عمر اسلم يعني غلط عمر اسلم. وسيدنا عمر راح عند الكعبه اتلموا عليه الكفار، فضلوا يضربوا فيه ويضرب فيهم ويضربوا فيه كتار وتعب. اخر راح مسك واحد فيهم قال والله العظيم لو ضربت لي تاني لخرق له عينيه. تعب. ايوه الرهينه بقى خد رهينه هعمل ايه؟ بس المهم كانوا بيهاجروا في الديره برضه ساعتها. راح سيدنا عمر وهو مهاجر دي زكالته امه. قال انا بكره مهاجر واللي سكلته امه اللي تعدمه امه يقابلني خلف هذا الجبل. انا رضي الله عنه وارضاه. يا رب يكون الفيديو عجبكم عشان ما نطولش عليكم ونسيبكم في رعايه الله وامنه وسلامته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه برافو.